دي احتفاليه مش باحسن لاعب في مصر بس، ده احسن لاعب في افريقيا. حاجه تشرفنا بالتاكيد ان واحد من ولاد النادي الاهلي او واحد من لعيبه النادي الاهلي يكون احسن لاعب في افريقيا مش في مصر بس. وتشرفنا ان يبقى احسن لاعب في افريقيا من داخل النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله السنه الجايه يبقى نفس النظام، يبقى واحد من نجوم النادي الاهلي زي ما ابو تريكه خدها وزي ما بركات خدها وزي ما احمد حسن خدها. نتمنى يا رب كمان السنه الجايه يبقى احسن لاعب في افريقيا من النادي الاهلي. بهني احمد حسن وبهني وائل وبهني فريق النادي الاهلي ومنتخب مصر، لان هما الاثنين النهارده بيتوجوا بجهودهم وبجهود زمايلهم باخلاصهم، وانا بعتبر ان هما فيهم دلوقتي ده نوع من انواع يعني التعبير عن القيمه الحقيقيه للنجوم الكبار، وبيبقى نوع من انواع التتويج في وقت معين ربنا سبحانه وتعالى بيختاره لهم. فانا بتمنى لهم التوفيق، وبتمنى لاحمد ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه في اقرب وقت ويشارك زمايله ويحقق معاهم انجازات احنا مستنيينها باذن الله كلنا كنادي اهلي وكمنتخب مصر ايضا. وعايز اقول برضو ان يعني اختيارهم ده بينعكس علينا احنا كنادي اهلي وبينعكس علينا كمصر، واتمنى ان شاء الله الاستمرار في تحقيق هذه الانجازات ليهم ولبقيه زمايلهم باذن الله تعالى. الفوز ده بيجي نتيجه تعب الجميع، يعني تعب الجميع سواء الجهاز في المنتخب سواء اللاعبين في المنتخب سواء اللاعبين في النادي الاهلي. سعيد وفخور ان انا احصل على جائزه افضل لاعب في افريقيا وانا في النادي الاهلي، دي اكيد طبعا ليها يعني طابع مختلف وليها طابع خاص، فانا سعيد جدا جدا وبشكرهم للتكريم ده وبشكرهم لتكريمهم لوائل كمان لاني من النجوم الكبار. انا بس خلوني يمكن اقول حاجه واحده بس، انا يعني نفسي كده ابو تريكه وبركات ووائل جمعه يجوا جنبي، هي بس رساله انا عايز ابعتها للحاقدين فمعلش ما تجيبوش تعالى يا كابتن تعالى ما تجيبوش تعالى يا وائل تعالى ما تجيبوش، يعني انا بس يعني احنا لسه سيد مش عايزينه دلوقتي. انا بس يعني هي بس ما الا رساله بس انا عايز بس يعني ابعتها للناس اللي هي فعلا يعني مش عارف هي نصبت تتكلم بالنيابه عن النادي الاهلي، لاني انا قلت قبل كده سيظل الناس دي عملوا كتير لبلدهم وعملوا كتير لناديهم، وجماهير النادي الاهلي اعتقد اني بتعشق اللعيبه دي بشكل كبير جدا جدا جدا. وهو بس انا مسج حبيت بس ابعته للناس اللي بتتكلم كتير وبقول لهم ان اللعيبه دي هتفضل فعلا قيمه كبيره والتاريخ هيفضل يذكرهم بكل خير، وببارك لوائل الجمعه وبشكرك جدا. شكرا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انا طبعا زي ما احمد قال بشكر الجهاز الفني واللعيبه زمايلي في النادي، واكيد التكريم ده كله لزمايلي كلهم مش لوائل بس ولا لاحمد بس، وببارك لاحمد طبعا على حصوله احسن لاعب، واتمنى ان شاء الله في 2011 ان شاء الله يكون اللاعب اللي اللعيب اللي ان شاء الله افضل لاعب في افريقيا يكون من النادي الاهلي برضه باذن الله، ويكون حاضر من الناس اللي حاضره هنا ان شاء الله، وباذن الله دايما النادي الاهلي من انتصار لانتصار ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. طبعا ببارك لاحمد حسن، ببارك لوائل جمعه. اللقبين دولت طبعا مش لاحمد والوائل بس، طبعا ده لينا احنا كلنا ولينا كمان كلاعيبه كبيره. يمكن زي ما احمد قال لعيبه زي ما احنا بنقول ان احنا ما عندناش لعيبه في الفرقه كبيره ولعيبه صغيره، احنا تيم واحد. الناس ديت خدت لقب دوت مجهود فرقه، انما زي ما بقول اذا كان احمد حسن او وائل جمعه نموذج للاصرار والتحدي، واذا كان اللعيب الصغير بيبذل مجهود لعيب فهم بيبذلوا مجهود في الملعب 10 لعيبه. احمد حسن ما اقدرش اتكلم عنه كلمه. بالنسبه لوائل ممكن يعني يبقى في كلام. الفتره الاخيره كمان هداف، احنا شفنا هداف مباريات قطر والكلام ده، ووائل جمعه يا هداف طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك طبعا لوائل واحمد حسن، وده تكريم زي ما قال الكابتن احمد حسن، ده تكريم لفرقه النادي الاهلي والمنتخب، وطبعا يعني ده دافع لينا ان احنا ان شاء الله يكون الفتره الجايه ان شاء الله يكون
الاداء احسن، وفي بطولات ان شاء الله تانية، وفي القاب تانية فرديه. وزي ما بقول ان الالقاب الجماعيه دايما هي اللي بتبقى بتجيب الالقاب الفرديه. فاتمنى ان شاء الله ان يبقى ده دافع لينا، وده تكريم لينا جاي في وقته، تكريم لاحمد والوائل، وان شاء الله يبقى دفعه قويه لينا الفتره الجايه ان شاء الله. طبعا ببارك لوائل واحمد حسن على الجايزتين دول، وكلنا فرحانين وفخورين بيهم، ودي اقل حاجه يعني رد على المشككين وفي قدرات وائل جمعه واحمد حسن، واحنا مبسوطين. وان شاء الله يبقوا السنه الجايه كده برضو يبقوا احسن لاعب في افريقيا، ويختار يبقى صخر دفاع افريقيا برضو وائل جمعه، يكون في كذا لعيب من النادي الاهلي في منتخب مصر، ويمثل منتخب افريقيا برضو من خلال منتخب مصر ومن خلال النادي الاهلي. وتاني مره ببارك لهم، والف الف مبروك، وان شاء الله مزيد من التقدم يعني.